عمرك سألت نفسك ليه الشخص اللي بيطلب كل حاجة وما بيرضاش بأي حاجة هو اللي بياخد النصيب الأكبر من كل حاجة في النهاية؟ ليه الناس اللي عندها جوع وجشع ما بينتهيش هم دايما اللي بيغيروا قواعد اللعبة لصالحهم، بينما الشخص القنوع الطيب بيفضل واقف في آخر الصف في آخر الطابور يتفرج وياكل من الفتات؟ وليه دايما اللي بيطمع في الأكتر هو اللي الدنيا بتفتح له أبوابها المقفولة؟ الموضوع يضايق مش كده؟ من واحنا أطفال اتربينا على جملة القناعة كنز لا يفنى. حفظونا انك لما ترضى بالقليل ربنا هيبارك لك وتعيش مرتاح وضميرك هيكون هادي والدنيا جميلة. بس الواقع الصادم اللي بنصطدم بيه كل يوم في سوق العمل، في البيزنس وفي الحياة العملية بيقول عكس كل الكلام ده. الواقع بيقول ان القناعة السلبية هي المخدة المريحة اللي بينام عليها الفاشلين، وان الطمع هو الموتور والبنزين الحقيقي للنجاح والوصول للقمة. انا عايزك تهدى عليا وما تحكمش بسرعة على الموضوع من الغلاف او من العنوان او من بس المقدمة البسيطة والسريعة دي. انا النهاردة مش جاي اقولك روح اسرق غيرك او انهبه، ولا جاي ابرر الانانية او قلة الادب. انا جاي اكشف الجانب المظلم والسري من علم النفس، الجانب اللي هيخليك تفهم ازاي الطمع المحمود بيشتغل كوقود وبنزين للجرأة، وازاي كلمة انا عايز اكتر هي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تاخد حقك وتوصل للقمة. اجهز علشان الكلام اللي هسمعه لك النهاردة ممكن يصدمك، بس هيغير مفهومك عن لعبة الحياة بالكامل. خليني ابدأ معاك بسؤال صريح مؤلم شويتين. هو ايه الفرق بين شخص عبقري وموهوب بس مفيش حد يسمع عنه، وشخص تاني امكانياته متوسطة بس سابق الكل بمسافات؟ لو اجابتك هي الظروف والحظ فخليني اقولك بكل اسف انت بتخدع نفسك. الفرق الحقيقي والوحيد هو ان الاول اقتنع ورضي باللي وصله ووقف، والتاني رضي باللي وصله ولكن طمع في اللي بعده وكمل. في علم النفس الاجتماعي في ظاهرة خطيرة بنسميها منطقة الراحة الأخلاقية. لما بتقول لنفسك أنا الحمد لله مستورة معايا ومرتاح وأهم حاجة هي الصحة والستر، عقلك الباطن بيفهم الكلام ده على إنه إشارة إنه يوقف فرق، إنه يوقف حركة. فالمجهود بيقل والإبداع بيبدأ يموت واحدة واحدة، شغفك بيبدأ يتآكل بشكل بطيء. قناعة لما بتدخل في مجالات الطموح والرزق والتطوير بتتحول لاسم دلع للكسل والهروب من المواجهة. الناجحين بجد في العالم ده عندهم حالة مرضية من الجوع الدائم. إيلون ماسك لما عمل مئات الملايين من باي بال ما قعدش حط رجل على رجل وقال أنا كده كويس جدا والدنيا جميلة، بالعكس ده طمع في إنه يوصل للمريخ. الرياضي اللي بياخد ميدالية ذهبية النهاردة بيصحى تاني يوم الصبح طمعان ان هو يكسر الرقم القياسي العالمي، حتى لو الرقم القياسي ده هو رقمه هو هيطمع برضو ان هو يكسره ويحقق رقم جديد على نفسه. الناس دي مش عادية لانها رفضت فكرة الكفاية، هم فاهمين حقيقة انت مش فاهمها، وهي ان العالم ده ما بيديش الناس اللي يستحقوه، العالم بيدي للي يطلب اكتر ويصر عليه. عارف ايه اكبر خطر نفسي بيواجهك وانت بتحاول انك تبني مستقبلك؟ لا مش الفشل ولا الرفض، الخطر الحقيقي هو القبول بالوسط، انك ترضى وانت في نص الطريق. لما تدخل تتفاوض على مرتبك او تعرض سعرك لعميل، المتواضع والقنوع زيادة عن اللزوم بيبقى مرعوب ان هو يطلب رقم كبير، فبيقول اي حاجة تقيموني بيها انا راضي بيها. عارف الطرف التاني بيترجم ده ازاي؟ عقله الباطن فورا بيترجمه ان قيمتك قليلة وانك مش واثق في نفسك. في المقابل الشخص اللي عنده طمع مشروع في قدره بيدخل يطلب اعلى رقم ممكن، هو حاطط رجل على رجل وفي بطنه بطيخة صيفي ان تعبه بيقتضي ضرورة انه يطلب اعلى رقم. الطمع هنا مش جشع ولا قلة ادب، الطمع هنا هو حارس للحدود والقيمتك، هو الأداة اللي بتبطل عندك فكرة الخوف من الرفض. الطماع بيشوف الرفض مجرد محطة تفاوض جديدة مش نهاية العالم، لأنه عايز الهدف بأي تمن. لو انت مش طمعان في مستقبلك
فخليك متأكد وعلى يقين ان في غيرك هيطمع فيك وهيستغلك كمان علشان يبني حلمه بفتات الفلوس والتقدير اللي بيديهولك. لحد هنا ممكن تكون بدأت تتكيف من الكلام وجالك حماس تقوم بقى ايه تطمع في كل حاجة وتدوس على الكل وتنهب وتاكل. بس لا، عايزك تستنى، عايزك تهدى خالص وتقعد معايا ثانية واحدة كده، عشان اللعبة دي لو اتلعبت غلط نهايتها هتكون دمار كامل ليك ومحدش هيطيق يشوف وشك. الطمع عامل زي النار بالظبط، ممكن تطبخ بيها اكل يديك طاقة او تحرقك وتحولك لرماد. في شعرة رفيعة جدا ارفع من الخيط بتفصل بين نوعين من البشر، الجشع النرجسي المريض وبين الطمع التوسعي. الجشع المرضي هو انك تعوز تاخد اللي في ايد غيرك او تبني نجاحك على اتاوة وكسر مقاديف غيرك. الشخص ده نهايته دايما بتكون وحشة لانه بيخسر احترام الكل وبيعيش لوحده. اما الطمع التوسعي فهو طمع محمود، هو انك تعوز طاقة اكبر ونجاح اعلى وفلوس اكتر وتأثير اوسع، بس من غير ما تضر غيرك، بل بالعكس بتاخد التيم والفريق بتاعك واللي بتحبهم معاك لفوق. السر كله في اتجاه البوصلة. اطمع في رزقك، اطمع في انك تكون اشطر واقوى واحد في مجالك، اطمع انك تسيب اثر مفيش حد يقدر يمسحه بعد ما تمشي. بس طول ما انت بتبني ما تسرقش مجهود او حق غيرك. خلي الطمع هو الوقود والبنزين لسعيك، مش قناع لأنانيتك وكبرك وجشعك في حق غيرك. في النهاية عايز اقولك ان القناعة هتعيشك مرتاح ومستور بالفعل، وده شيء جميل جدا لو انت طموحك بس هو انك تعيش مستور، وكمان مفيدة لنفسيتك وهتخدر بيها ضميرك وهتقول ان ده الرضا اللي ربنا امرنا بيه. بس القناعة في احلامك وطموحك هي الانتحار التنافسي الصامت، هي الكلبش اللي بيمسكك وبيثبتك في مكانك في السباق اللي كله بيجري فيه على رزقه. انا عايزك ما ترضاش بالقليل، خصوصا لما يكون جواك طاقة تعمل بيها كتير، خصوصا لما تكون عارف انك قادر تحقق اكتر. العالم اللي بره ده ما بيكافئش الناس اللي بتسكت او الناس اللي بتقول ان هي قنوعة وراضية باللي معاها. العالم بيكافئ اللي بيمد ايده وياخد اللي يستحقه بشطارة وذكاء. افتكر دايما، خلي قلبك قنوع وراضي بأقدار ربنا سبحانه وتعالى، بس خلي عقلك وسعيك طماع وما بيشبعش من النجاح. دلوقتي انا عايزك تقولي في التعليقات، هل اضطريت قبل كده تتخلى عن قناعتك وتطمع علشان تاخد حقك؟ ولا شايف ان القناعة هي الامان الحقيقي للرزق؟ انا حابب جدا اقرأ افكاركم وتجاربكم الشخصية في التعليقات. لو حسيت ان الفيديو ده فتح عينك على حاجة جديدة او غير من افكارك، فما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع شخص شايفه فعلا محتاجه، وتشترك في القناة عشان يوصلك كل المحتوى الجديد. شكرا ليك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.